السلام عليكم الاخوان. اليوم جيت نهضر لكم في واحد الموضوع حول تربيه الارانب. بالنسبه للاخوان، كاين شي اخوان كيسولوني كيقول لي اما افضل في التربيه واش البلديه ولا هذه ديال الميشو. اخوان، بالنسبه للتربيه اللي باغي غير يربي ويشوف فيها كديكور او كمنظر يربي البلديه، وعاوتاني اللي باغي يديرها كمنظر يربي حتى هاد ديال المترو. راه زوينه تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه اللي باغي يدير مشروع ويزيد بها لقدام وباغي ينجح في المشروع ديالو ويوصل بعيد، كنصحو بهاد السلاله ديال الميشرو. كما كتشوفوا مثلا معايا هاد الانثى هادي الشانشيلا، وهاد الانثى هادي ها هي هادي الدوتش. شوفوا الاحجام تبارك الله اللي واصله للمزرعه ديال اخوكم الشامي لتربيه الارانب. شوفوا الاحجام اللي واصله ليها. هاد الانثى ديال بابي ريغيلاتور تبارك الله. شوفوا الاحجام اللي واصل لها المزرعه ديال اخوكم الشامي. الا كان كيدل هادشي على شي حاجه كيدل على السلاله المميزه تبارك الله. الاناث كيوصلوا 4 كيلو 4 ونص، اللهم بارك. كيوصلوا احجام اللي هي كبيره. اخوان، اي واحد باغي يربي يدير سلاله ممتازه. علاش هاد ديال الميشرو افضل من الارانب كمشروع اللي بغى يديرها مشروع. هادي ديال الميشرو هادي كتولد واحد الخلفه، كتبدا من 8 10 12 13 14. اما البلديه كتقدر تولد لك غير 4 3 5 6. وثاني حاجه وهو اللحوم، تحويل اللحوم تبارك الله. كما كتشوفوا معانا هاد الانثى ديال الدوش، هاد الانثى ديال الدوش تبارك الله. هادي عندها في العمر سبعة اشهر. شوفوا الحجم تبارك الرحمن. هاد النتوه ديال بابي ريغيلاتور عندها 5 اشهر. شوفوا الحجم تبارك الرحمن. انثى ديال الدوش تبارك الرحمن. شوفوا الحجم ديالها. هادشي هادي هي السلاله اللي كنصحكم باش تربيو وباش تزيدوا بالمشروع ديالكم لقدام. وواحد القضيه اخرى، كيسولوني بعض الاخوان على المشكل ديال الترويج، على البيع والشراء ديالها. كيقول لي بعض الاخوان خويا الله يرحم الوالدين، واش البيع والشراء ديالها كتباع وتشرى ولا ما كتباعش وتشرى؟ بالنسبه للمدن اللي قراب لهم الاسواق خويا، عندك 60 حبه 70 50 80 100 شحال ما وجدتي ديال الارانب ديهم السوق غيتخاطفوا عليك البيع والشرايه بدون شك. وكتبيع عاوتاني الناس كيوصيوك كتبيع لهم ارانب، كتعزل لهم سلالات اللي زوينه. من هاد السلالات كيديروا الحجم تبارك الله، كتعزل لهم امهات الاحلال وذكور الاحلال. من هاد المارك هادي تبارك الله بحال الطوش بحال الشانشيلا. كيتواجدوا عندنا عاوتاني النيوزيلندي، كيتواجد عندنا البابيو مصري، كيتواجد عندنا البابيو فرنسي. هانتوما كما كتشوفوا عاوتاني هاد الانثى هي كترضع تبارك الرحمن ديال البابيو مصري، راه عندها خلفه. وهاد الانثى ديال النيوزيلندي تبارك الرحمن. هادو هما السلالات اللي كنصح الاخوان ديالي باش يربيوهم في القطيع ديالهم. خويا او اختي، راه مشروع زوين كتستافد من الدار ديالك. كما كنقول لكم ديما اخوان، ما تستاهلوش بهادشي. انا نعطيكم ابسط مثال. الا عندك اخويا غير هاد 3 النشواش وولدوا لك 10 الوليدات، كل وحده ولدت لك غير 10 الوليدات 30 ولد، واحد الشهرين غادي يكبروا ديما تبيعهم بواحد الثمن مثلا 100 درهم الواحد. 100 درهم الواحد عندك 30 ولد ب60000. شحال غياكلوا عليك فيها كاع؟ غياكلوا عليك فيها 10000. اخوان، راه كاين اللي ما كيشاركش معكم بحال هاد المعلومات اللي هما زوينين. حنا قلنا نشاركوهم مع الاخوان باش نستافدوا كاملين. والنصيحه ديالي هو انكم تربيو سلالات اللي ممتازين وما توكلوش الربيع الخضره هذاك الشيء الخضر ما توكلوش ليهم. كاين العلف مركب ديالهم. انا نوريكم واحد اللمحه على العلف مركب ديالهم. واحد اللمحه. ها العلف مركب ديالهم هو هذا هو العلف مركب ديالهم. خايشه داير 2200 فيها 25 كيلو. كاينه ديال الساحل، كاينه ديال الصينفي، كاين بزاف الشركات اللي عندهم علف زوين تبارك الرحمن. هذا العلف والماء والتبن الفصه حتى هي ما تعطيوهاش حيت كدير لهم المراره. اخوان، دخلوا القناه تابونا واشتركوا معنا في القناه، كتبوا لنا شي كومونتير زوين، دعوا معنا اخوان والاخوات. اي واحد يستافد والله يرحم والدين. والى اللقاء في الحلقه المقبله.